إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية. كنقول الحلقة الاستثنائية لأن بغيت نتكلم فيها على جواز السفر المغربي والطرائف اللي شفناها. أنا نسميها طرائف ماشي أحداث اللي شفناها في هذا الأسبوع الأخير. إذا بعد ما سجلت يعني الفيديو الأخير اللي العنوان ديالو مغاربة على سبة، واللي تكلمت شكون هما المغاربة على سبة وعلاش أنهم مغاربة على سبة أو بالجميل، بغيت نرجع نضوي معكم أكثر هذه الزاوية اللي كتعلق بالجواز السفر والناس اللي قدموا يعني نفوسهم على أنهم محتجين على الدولة أو على المهم على المغرب، يعني بتمزيق جواز السفر ديالهم. وغادي نقول لكم هاد الناس شكون هما. اذا اكيد ان البارح خصوصا بالنسبه للناس اللي هما مقيمين في ايطاليا يمكن لهم ياكدوا مزيان هذا الخبر، هادشي اللي بغيت نقول انا لان كيعرفوا هذه المعلومه كما كنعرفها حتى انايا، غير انا خديت انني نبلغها للجميع المواطنين المغاربه سواء بالمغرب او في دول اخرى. اما بالنسبه للجاليه المغربيه الموجوده بايطاليا وخصوصا الناس اللي هما ناشطين يعني في الساحه في العمل الجمعوي او في الصحافه او في الاعلام، انهم كيعرفوا هذه المعلومه اللي غادي نقول او كيعرفوا هذه الناس اللي غادي نتكلم عليهم انا دابا. البارح شفنا واحد العائله في الانترنت، واحد العائله مغربيه كاتبين بان عائله مغربيه مزقات يعني الجوازات السفر ديالهم. هذوك الناس انا كنعرفهم كما كيعرفون بزاف ديال الناس، اكيد خصوصا الاخوان ديال الجنوب وداكشي نتمنى ان يتفاعلوا معنا ويتواصلوا معنا يعني لتاكيد هاد المعلومات اللي غادي نقول. ثم ان كاين هذا الشيء راه كاين في الانترنت، نقول لكم حتى في جوجل ولا نقول لكم في اليوتيوب فين تمشيو تشوفوا هاد الناس شكون هما وباش كانوا كيطالبوا من قبل. هاد الناس هما واحد الناس اللي كانوا كيدعاو على انهم مشكلين زعما واحد الحركه سميتها حركه الجمهوريين المغاربه. انا براسي يعني طارني الفضول ومشيت شي مره نشوف داك الشيء، فملي وصلت يعني كنشوف شنو كاين. يعني كاين هذا السيد هذا الراجل اللي سميتو احمد، وكاينه مراته سميتها مونيا، وكاينين واحد جوج بنيتات ديالو صغيورين وواحد جوج ديال الاشخاص. طبعا هذا هو الاجتماع الدولي ديالهم اللي قال لك الحركه ديال الجمهوريين الديمقراطيين وداك الشيء، ما علينا. اذا هذا الشخص هذا اللي هو اصلا لسنوات ما دخلش للمغرب، الاسباب ديالو هو المشاكل اللي عنده باش نوضحوا الامور، لكن عنده جواز السفر من طبيعه الحال كمواطن مغربي، وهذا حق كتعطيه الدوله المغربيه للمواطنين ديالها كاملين. اكيد ان حصول جواز السفر غيكون حصل عليه من احدى القنصليات، وغالبا غادي تكون القنصليه ديال طورينو اللي تابعه لها المدينه فين ساكن، يعني صابونه وجينوفا تابعين للقنصليه ديال المملكه المغربيه في طورينو. على كل حال هذا السيد هذا فاش خدا هذا الجواز ديالي، يعني خدا جواز بحال هذا الاخير اللي هو هذه العلامه كتعني البيومتري. اذا فاش خدا يعني خدا غير مؤخرا، هو من قبل كان كيدير كيقول الحركه وهذا وكيسب وكيعاير في الناس في المغاربه بالسب يعني الخايب، يعني حتى في نوع من احتقار المواطنين. خلينا ما كنهضرش على المؤسسات ولا على جهات اخرى، نكلم لكم على المغاربه. اذا خدا من القنصليه ديال المغرب عادي قانوني، والبارح كيجيو يمثلوا علينا البطوله. علاش خداو من القنصليه ديال المغرب؟ يعني خصو باش يمشي من دارو من تما حتى القنصليه ديال المغرب كاينه على الاقل واحد 200 كيلومتر في العالي و200 في الرجوعيه 400، وراه ما ياخذوش في نهار، غير يقدم الطلب وغيرجع بعد واحد 20 يوم ولا سيمانه ولا ما عرفت شحال، يعني يرجع المره الثانيه وغيضرب ثاني ديك 200 كيلومتر في 200 كيلومتر، ويخلص تنابر ويخلص تصاور ويخلص واحد المجموعه ديال المصاريف باش ياخذ هذا الباسبور اللي هو ماشي. واليوم غادي يجي يقول لنا بانني انا الباسبور ما بغيتوش فيه المملكه المغربيه، على النهار اللي صايبتي كانت فيه جمهوريه ما عرفت شنو. اذا كاين تناقض، يعني خداه لان كان محتاج ليه باش يجدد به او باش يصايب لاكارت سيجور ديالو وديال ولادو، يعني بدون بلا به ما يمكن له يدير حتى حاجه. وملي قضى به غرضو
جا اليوم باش يدوخ علينا ويدوخ على المغاربه ويمثل علينا ديك البطوله الكرتونيه ويقول لنا انا راه كنشرق الباسبور تضامنا مع الناس اللي كيحتجوا. فهمتوا التلاعب كيفاش داير؟ اذا حذاري ثم حذاري. انا هذا الخبر بغيت غير نبلغوه هكا بعجاله للناس اللي ما عارفينش اشنو كما كنقولوا شنو كاين لتحت. هذوك الناس هما ناس اصلا غاضبين على انفسهم قبل ما يغضب عليهم شي حد اخر، وبالتالي هاجروا وما بقاش رجعوا، لان ملي غادي نجيو نبحثوا غادي نلقاو بان عندهم اسباب علاش ما رجعوش، وهذه الاسباب غالبا كتكون متابعات قضائيه من طرف ناس اخرين، او نصبوا على ناس، او تعداو على شي حد، او فعلوا شي حاجه اللي هي كيعاقب عليها القانون في البلدان ديالهم، وبالتالي ما كيرجعوش. وهاد الناس هادو غالبا كتلقاهم دوك الناس اللي كيتمناو انها يجي شي تسونامي ولا تجي شي كارثه طبيعيه اللي تواطي كلشي، المهم ما يطرى لهم هما والو غير باش يبقاو باش يتبرؤوا من دوك التهم اللي هما متبعين به. اذا اللي بغيت نقول انا واللي بغيت نلخص هو انكم تلاقيوا هذه المعلومه اللي قلت لكم، ويمكن لكم تبحثوا وتزيدوا اكثر من البحث، حتى لو بغيتوا تواصلوا معايا انا نصيفط لكم كلشي شوفوا. حتى بالنسبه للصحافه ديالنا ديال المغرب اللي كتكلموا هذا، عندي مسائل اللي يمكن نصيفطها لكم وتفيدكم وتنشروها، لان الناس خصنا الناس تعرف الهدف عندنا هو تنوير الراي العام. ما غاديش نخليو 4 ديال يجيو بقاو يدوخوا على المغاربه وحنا كنتفرجوا، لان هاد الناس خداو الباسبور باش كياخذوه باش ياخذوا المصالح ديالهم. كيف شفنا بزاف ديال الانفصاليين اللي استعملوه بلا ما نذكر السميه، راكم كلكم عاقلين، اللي تستعمل الباسبور تسافر بهم ولا تدخل المغرب ما ديرش انا ماشي مغربي، هنا مكتوبه المملكه المغربيه. كيف ديال الجمهوريه الايطاليه مكتوبه هنا الجمهوريه الايطاليه، ما يمكنليش ندير فيه شي حاجه اخرى. قبلتو راه هو هذاك، ما قبلتيش شوف لك فين تمشي، راه ماشي مشكل. المغرب فيه بنادم موجود تبارك الله، عندنا 40 مليون، لكن باش تجي تستهتر وتجي تستحمر المغاربه وتبغي تبين البطولات الكرتونيه ديالكم على انكم شركتوا واحد شرك وكيورينا الباسبور الاحمر اللي ماشي غير انت اللي عندك، كاين عند بزاف ديال المغاربه، والثاني نفس الشيء ما بينش الاحمر ولكن شرك بعد ما قضى، هو خدا غير مؤخرا، انا ما عرفتش التاريخ وممكن نطلب المعلومه الا بغيت ونعرف وقتاش خداه. علاش؟ لان هاد الناس هادو كيروجوا لهاد الافكار وكاين اللي كيتيقوا للاسف. انا بغيتكم الله يخليكم هذه المساله ديال الباسبورات تكون لقيوها مع الفيديو اللي نشر الاخ ديال محسن فكري الله يرحمه، الشاب اللي كان توفى اللي كيبيع الحوت في الحسيمه اللي وقع داك المشكل ومات. خوه البارح سجل واحد الفيديو فين كيشهد. انا بغيتكم تشوفوا هذاك الفيديو ماشي ديالي ولكن نبغيكم تشوفوه وتكون لقيوها مع هادشي اللي كنقول لكم ديال جوازات السفر، وغادي تفهموا مزيان بوحدكم بلا ما يقول لكم حتى شي واحد شي حاجه. اذا ما نزيدش نكثر عليكم اكثر من هكذا. نتمنى ان نتلاقى معكم في حلقه مقبله ان شاء الله اللي نهضروا فيها على مواضيع اخرى ان شاء الله. اذا الى ذلك الحين انا المردادي احييكم والى اللقاء بكم في فرصه قادمه.